خديجة كانت مرة زوينة، ولكن الغيرة عامية لها عينيها. راجلها يوسف خدام مزيان ومهلي فيها، ولكن هي ديما شاكة فيه. الوسواس كلالي هاد معها، وباش تهنى قررت تمشي عند واحد الفقيه معروف في النواحي ديال الشاوية. فقيه ما كيخافش الله، كيخدم بالسفلي وكيحضر الجنون. خديجة دخلات الغار ديالو اللي خانز بريحة الجاوي والدم، وعطاتو تصويرات يوسف. الفقيه شاف فيها بواحد الشوفة مرعبة، وقال ليها هاد الخدمة غتخليه كي الخاتم في صبعك، ولكن الثمن غالي. خديجة ما فكراتش جوج مرات، وافقات على أي حاجة باش تملك راجلها. الفقيه بدا كيتمتم بكلمات ما مفهوماش، وكتب طلاسيم بالدم على التصويرة، وقال ليها غتمشي للدار وتخبي هادشي في المخدة ديالو. هذه كانت غير البداية ديال النهاية المأساوية اللي غتعيشها خديجة. غير دازت السيمانة الأولى الدار تبدلات فيها شي حاجة. الجو ولا تقيل، وريحة بحال ديال اللحم الخانز ولات كتعطي من القناة ديال الدار. واخا خديجة كتنظف كل نهار، يوسف بدا كيتبدل، ولا كيدخل ساكت، وجهه صفر وعينيه ديما غارقين في الأرض. ما بقاش كيهضر معاها بزاف، ولكن ولا كيسمع ليها في أي حاجة كتقولها. في الأول فرحات وقالت السحور صدق، ولكن في الليل ولات كتسمع خطوات تقال في الكوزينة. ملي كتنوض تشوف ما كتلقى والو. واحد الليلة فقت مع 3 ديال الصباح، لقات يوسف جالس في القنت ديال البيت عاطي بالظهر وكيتمتم بشي هضره بصوت غليظ ماشي صوته. خديجة تخلعات ملي حطات يديها على كتفو. دار عندها بواحد السرعة خيالية، عينيه كانوا كحلين كاملين، وابتسم ليها واحد الابتسامة مرهبة، ورجع ناعس بحال يلاه ما وقع والو. تما عرفات بلي داكشي اللي جابت للدار ماشي ساهل. الخلعة بدات كتدخل لقلب خديجة، ولكن الطمع ديالها باش تبقى متحكمة في راجلها خلاها تزيد تغرق. رجعات عند الفقيه عاوتاني، قالت ليه باللي الدار ولات فيها حوايج غريبة. الفقيه ضحك واحد الضحكة شريرة وقال ليها الأسياد راهم عجبهم الحال في دارك، وباش يبقاو يخدموك خصك تعطيهم العهد. طلب منها تجيب دم ديال قطة كحلة وتخلطوا مع تراب من قبر منسي وتوكلوا ليوسف. خديجة اللي قلبها ولا كحل من الظلام دارت داكشي بالحرف. مشات للمقبرة في نص الليل، قلبها كيضرب بحال الطبل. حفرات وهزت التراب وذبحات القطة، خلطات داكشي في الماكلة وعطاتو لراجلها. غير كلا يوسف ديك اللقمة الأولى طاح في الأرض كيتلوى، والكشكوشة خرجت من فمه. خديجة وقفات مصطومة، وفي ديك اللحظة سمعت صوت من موراها كيقول العهد توثق ودابا حان وقت الحساب. الصوت كان كيخلع بحال يلاه طالع من بير غارق. من ديك الليلة يوسف ما بقاش بنادم، ولا بحال الجثة اللي كتحرك. الدار ولات عبارة على جحيم، الضلال ولات كتحرك بوحدها في الحيوط. خديجة ولات كتشوف خيالات كحلين كيدوروا بيها فين ما مشات. الماء كينزل من الروبيني لونه احمر بحال الدم. والمصيبة الكبيرة هي ملي كتوقف قدام المرايا كتشوف الانعكاس ديالها كيضحك واخا هي كتبكي. الجنون اللي حضراتهم باش يتحكموا في راجلها بداو كيتحكموا فيها هي، ولاو كيضربوها في الليل. كتفيق كتلقى لحمها عامر زروقيات وخباشي، ولات كتسمعهم كيهمسوا في ودنها كلام فاحش وكيأمروها دير حوايج خايبين. حاولت تقرا القرآن، ولكن لسانها كان كيتقال وكتحس بشي يد خفيفة كتخنقها. خديجة عرفت باللي السحر انتقم منها، وباللي السفليين ما بغاوش يوسف، بغاوها هي، حيت هي اللي فتحت لهم الباب. والوضع زاد تزم. خديجة قررت تمشي عند الفقيه باش يفك ليها هاد الروينة، ولكن الصدمة كانت ملي وصلت للغار ديالو ولقاتو مسدود. سولات الجيران، قالوا ليها بلي الفقيه مات هادي سيمانة. لقاو جثته مقطعة طراف طراف والدم في كل بلاصة. خديجة حسات بالارض كتدور بيها، رجعات للدار منهارة. في العشية جالسة في الصالون حتى طاح التلفزيون بوحدو وتفركع. من الزاج المهرس خرج دخان كحل تشكل على هيئة راجل طويل بزاف، وجهه ما ملامحوش باينين، وعينيه حمرين بحال الجمر. هدر معاها بصوت زلزل الدار كاملة: الفقيه مات حيت خرق القوانين ديالنا، وانتي دابا ديالنا. باش نعتقوك خصك تمشي للمقبرة المنسية بوحدك في نص الليل وتجددي العهد، ولا غناخدو روحك وروح راجلك. خديجة ما كانش عندها خيار، كان خصها تمشي. الليل طاح والظلام كان كحل كتر من القياس. خديجة لبسات جلابتها وخرجات متجهة للمقبرة المنسية.
اللي جات في واحد الخلا بعيد على الدوار. الريح كان كيصفر بحال شي مرا كتبكي، والكلاب كانوا كيعويو بواحد الطريقه كتوقف الزغب. ملي وصلات للمقبره حسات بالبروده كتدخل ليها في العظام. القبور كانوا قدام ومحفرين. بدات كتقلب على القبر اللي قالوا ليها الجنون، وقفات حدا واحد القبر محفور وبدات كتقرا في دوك الطلاسم اللي حفظوها. ولكن من الخلعه غلطات في واحد الكلمه. في ديك اللحظه الريح سكت والكلاب سكتوا. واحد الهدوء قاتل نزل على المقبره. خديجه حسات باللي دارت اكبر غلطه في حياتها. التراب ديال القبور بدا كيتحرك، وبدات كتسمع اصوات ديال ضحك شرير جاي من تحت الارض. الاسياد غضبوا، والغلطه في السحر السفلي الثمن ديالها هو الموت. خديجة بدات كتجري بحال الحمقى، كتعثر في القبور والشوك كيجرح ليها رجليها. بغات غير توصل للدار، بغات غير تعتق روحها. ملي وصلت لباب الدار لقاتو مسدود. بدات كتدق وتغوت: يوسف حل ليا، يوسف اعتقني. ولكن لا حياة لمن تنادي. شافت من الشرجم ديال البيت وبان ليها يوسف واقف كيشوف فيها، ولكن وجهه ما كانش طبيعي. كان كيضحك ديك الضحكة الشيطانية وعينيه كيلمعوا في الظلام. فجأة يوسف هز يديه وبدا كيشير ليها بالوداع. الدار ترفضات تدخلها. الجيران بحال يلاه طرشوا، تا واحد ما سمع الغوات ديالها. في الزنقة بوحدها والظلام داير بها. الضلال اللي كانت في الدار خرجات للزنقة وتجسدات على شكل مخلوقات كحلة كتمشى على ربعة وكتقرب ليها بشوية بشوية. الحصار تضرب عليها وما بقى ليها فين تهرب. المخلوقات الكحلة هجمات على خديجة. حسات بيدين باردين بحال التلج كيشدوها من شعرها ومن يديها. حاولت تغوت ولكن الصوت ما خرجش ليها من حنجرتها. كانوا كيجروها في الأرض والدم سايل من لحمها. جروها في نفس الطريق اللي جابتها للمقبرة. كانت كتشوف الحجر كيطير وكتحس بالألم في كل طرف جسمها، ولكن الشلل منعها من المقاومة. رجعوها للمقبرة المنسية، ولكن هاد المرة المقبرة كانت مبدلة. كانوا شاعلين عوافي خضرين في القناة، وكاينين كيانات مرعبة واقفين كيتسناو. جابوها حتى للوسط ورماوها في الأرض بحال شي جيفة. الكيانات بداو كيدوروا بها وكيغنيو بشي لغة قديمة ومخيفة. واحد فيهم اللي باين هو الزعيم ديالهم قرب ليها. وجهه كان عبارة على جمجمة فيها دود كيتحرك، وقال ليها: اللي كيلعب بالنار كيتحرق بها، وانتي لعبتي بقوانين العالم السفلي. خديجة شافت واحد القبر غارق ومفتوح حداها. الزعيم ديال الجنون قال ليها بصوت كيرعاد القلب: درتي السحور باش تملكي راجل وعطيتينا العهد بدم، ولكن خنتي العهد وغلطتي في الطلاسم. دابا لحمك وروحك ملك لينا، والقبر هو دارك الأبدية. خديجة بدات كترغب وتبكي بالدموع ديال الدم، كتدعي وتطلب السماحة، ولكن فات الفوت. السحر السفلي ما فيهش التوبة في عالم جنون. جوج من دوك الكيانات هزوها من يديها ورجليها. كانت كتحس بالقوة ديالهم فوق طاقة البشر. وقفوها فوق الحافة ديال القبر المفتوح. الظلام في داك القبر كان كيبان بحال شي فم باغي يسرطها. رماوها لداخل. خديجة طاحت طيحة خايبة. سمعت العظام ديال ظهرها كيطرطقوا. الألم كان لا يوصف، ولكن الخلعة ديال شمو جاي كانت كتر. وهي طايحة في القاع ديال القبر المظلم متهرسة وما كتنفسش مزيان. شافت الفوق. الكيانات المرعبة بداو كيرميو عليها التراب، حفة مور حفة. التراب كان بارد وثقيل. خديجة كتحاول تغوت، كتحاول تحرك يديها باش تبعد التراب على وجهها، ولكن قوة الجنون كانت غالبة. التراب بدا كيعمر القبر، غطى ليها رجليها، صدرها، وحتى وصل لوجهها. الأنفاس ديالها بدات كتقطع، والظلام التام غلفها. تدفنات حية، عقاب قاسي لمرا باعت روحها للسحر. كيقولوا الناس ديال ديك المنطقة باللي الا دزتي من عند هذيك المقبرة المنسية في نص الليل باقين كيسمعوا صوت مرا كتحفر في التراب بيديها وكتغوت طالبة العتق. وهادي هي الخوت، هي نهاية اللي كيبيع راسو للشيطان وكيدخل في طريق السحور. ردوا البال، حيت عالم الجنون ما كيرحمش، واللي دق بابهم كيوليوهم مواليه.